يجي بالارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والدي. الجميع يتساءل لماذا تونس بالتحديد، وخاصة في الوقت الراهن. راه عليها ضغط كبير، وخاصة بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لألمانيا، من ثم بدأت المشاكل. لكن إذا عرف السبب بطل العجب، وأنا ماذا بيا خاوتي التوانسة تلحقهم هذه الفيديو باش يعرفوا جوهر القضية. مضطر باش نتدخل نوضح بعض النقاط، لأني شفت بعض التحليلات شوية خرجت على. أولا لازم نفهموا ما معنى ثالوث الشر. هذه الكلمة عقبت عليكم. ثالوث الشر هي المروك، الخيمة هي الإمارات، ورأس الحربة هي فرنسا. ثالوث الشر هذا عنده الالرجي او الحكه من حاجه اسمها امن او استقرار او تطور او تنميه في المنطقه، نتكلموا سواء في شمال افريقيا او حتى منطقه الساحل. هو ماذا بيه لازم تبقى مزرعه لنهب ثورات وخيرات الشعوب تاع المنطقه. اي محاوله في هذا الاتجاه الا ويجتمعوا من اجل تكسير هذه الاستراتيجيه هذه. أنتم تدركون جيدا بأنه مؤخرا الجزائر حاملة لواحد الاستراتيجية لاباس تاعها هي بيانشير من أجل خدمة شعوب المنطقة والتنمية، من أجل الاستقرار وفق منطق تاع حاجة اسمها ربح ربح، وهي تعتبر بوابة إفريقيا نحو أوروبا والعكس صحيح. لذلك وضعت استراتيجية. الآن هما هذه الاستراتيجية هذه يحاولوا يكسروها، راهم يعملوا ليل نهار من أجل تكسيرها. بعد ما خسروا الرهان في الممر الغربي، نتكلموا تاع غار جبيلات، وهو ممر اقتصادي مش تاع غير منجمي برك، انا حكيت عليه، ممر اقتصادي طاقوي تجاري بامتياز. نتكلموا على المنفذ نحو المحيط الاطلسي عبر موريتانيا من ثم. وكم شفتوا واش داروا في قصف الشاحنات، محاوله جر الجزائر لحاجه اسمها استنزاف، وبعد كي ديستابيليزيو هذيك لازون كامله. بعد ما فشلوا وخسروا الرهان تاعهم في الممر الغربي، انتقلوا بعدها الممر الجنوبي الوسط اللي نتكلموا على خاصة ممر الغاز من نيجيريا للجزائر نحو أوروبا، وهو مش غير ممر غاز طاقوي، هو كذلك تجاري وفيه طريق، وانتم تعرفوا الأهمية الاستراتيجية تاع الطريق هذاك الجنوبي. أنا نتكلموا على العمق الإفريقي. واش داروا في منطقة الساحل؟ جابوا الجماعات وبداو بور ديستابيليزي لا زون غير باش ما ينجش هذاك الممر الجنوبي. وكم شفتوا ما صنعته المروك مع مالي وحادثة الدرون وما شابه ذلك. لكن في نهاية المطاف خسروا كذلك الرهان في الممر الجنوبي. الآن انتقلوا الحاجة وحاولوا يهزوا جماعتهم ويجيوا الحاجة اسمها ممر شرقي. الممر الشرقي هذا اللي خصكم تعرفوه كامل. رانا نتكلموا على خاصة بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لألمانيا، ولا ذكرتكم في بداية الفيديو. رانا نتكلموا على الاتفاق ما بين الجزائر وألمانيا. ألمانيا أبدت موافقتها على إنجاز الممر الشرقي. نتكلموا على الهيدروجين الأخضر، وهذا الممر تاع الهيدروجين الأخضر منين يمر على تونس. بدات تتضح القضية ولا ما بداتش؟ دونك الهدف نتاعهم الآن في الوقت الراهن، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لألمانيا، هو ديستابيليزي لا زون كما داروا في الممر الشرقي الغربي وداروا في الممر الجنوبي. يحاولوا يديروه الآن في تونس. نتكلموا على الممر الشرقي، يحاولوا ديستابيليزيو تونس، ضرب أمن واستقرار تونس الآن يشوشوا عليها باش هذا الممر ما ينجش على أرض الواقع، وأكيد باستعمال أوراقهم في الداخل. الآن أنا ما ندخلش في الشؤون الداخلية نتاع تونس، لكن السؤال اللي نطرحه لهم الآن وهما يجاوبوا عليه وحدهم، هل إفشال هذا الممر الشرقي اللي هو ممر استراتيجي كبير، راك تعرف تونس تدخل في معادلة كبيرة وكبيرة جدا، وماذا ستجنيه من هذا المشروع هذا، سواء كبوزيشن استراتيجي سواء اقتصاديا سواء طاقويا؟ هل فشل هذا المشروع أو إفشال أو محاولة إفشال هذا المشروع يصب في مصلحة تونس أم يصب في مصلحة من؟ خمم لها مليح في راسك. كي تلقى الجواب نتاعك راح تلقى وتفهم لماذا نعتت الخبر المرزوقي بحصان طلواطة نتاع ثالوث الشر في تونس. هكذا خويا العزيز، في الأخير فقط شكون إن شاء الله تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم دايما أخوكم المهندس. سلام.